كنت انت عم تقول هلا انه نحن بعالم غير عالم الحريه، لازم نتغير. طب نحن كمان نعرف انه المدرسه مش بس درس، المدرسه ممكن تغير فكر، ممكن تغير اسلوب تعامل. فانت كيف شو بتعتمد لحتى مثلا يطلع عندك التلميذ شخصيه قويه، شخصيه تقدر تحاور الناس، يكون يعني شخصيه فعاله بالمجتمع؟ شوفي هنا في حتى بنظام التعليم اللي نحن هلا ان شاء الله عم نحاول نطبقه، في شيء اسمه الفور سيز اللي هن communication, collaboration, critical thinking و creativity او creative thinking. هول 4 عناصر ركائز اذا بدك التعليم والتربيه الحديثه. يعني انت تفوتي الولد او البنت بتساعديهم لحتى يحسنوا كيف يتواصلوا مع بعضهم، كيف يعبروا عن شخصيتهم، كيف هلا اللي انتم عم تعملوا اللي نحن عم نعمله. ومش بس هيدا الاكسرسايز، في كتير ابلكيشنز ممكن تطبق من خلال ديبيتس، من خلال مناظرات، من خلال بروجكتس، من خلال برزنتيشن، من خلال مسابقات، من خلال لا نهائي. بتطوري عند التلميذ فكره انه بليز طلع احكي، عبر، قول شو بدك، قول وجعك، قول اللي مبسوط فيه، قول اللي بيزعجك، قول اللي بيخليك تكون سعيد. هذا الشيء بتطوره عند الشخص. الولد بكتير احيان ما بيكون قادر يقول هذا الشيء. ليش؟ بتعرفوا اكثر شيء بهذا الخوف صح. الخوف ما يكون ردة الفعل. الخوف بينتج لانه ما اختبرنا الشغله من تجربه الجديد. في خوف، مشان هيك على فكره حتى الخوف بيكون خوف مجتمعي. لا ما بتلاقي انه كل يعني بتلاقي المجتمع كلياته، المؤسسه كلياتها عندها خوف من التغيير، عندها خوف من يمكن من ردة الفعل الباقيين، من خوف من الفشل، خوف من خوف على طول خوف. هلا تخلي الولد تقول له لا خيي انزل، ما بيأثر. هلا جرب شو أسوأ شيء بتخسره؟ ايام بتحطوا تحت الامر الواقع. هلا في اشخاص منكم انا كنت اشوف عندهم شويه خوف، خليته مثلا لا يلا تعالوا جربوا التجربه الاولى. لما قعدوا هون والله لقيناها اسهل ما كنا نتوقع. يعني يمكن هلا زملائكم كانوا هلا حتى انتم بتخلصوا الحمد لله كانت اريح. فهيدا الكوميونيكيشن، التعاون، فكره انه نحن نشتغل از تيم وورك، هيدا شيء نحن بنفقده كتير بمجتمعاتنا بالشمال، بلبنان، بالمجتمعات العربيه. هذا الشيء كمان بينتج من خلال كمان التجارب، البروجكتس، المشاريع المشتركه اللي بتعملوها، اللي نحن بالمدرسه ان شاء الله عم نشتغل عليها كتير، من خلال الالعاب الرياضيه المشتركه اللي فيها في الباسكتبول والفوتبول، اللي نحن نتعاون مع بعض. هالكليات من الصغر لما بتكون عم تنبنى صح مع كتير ابلكيشنز واكسرسايزز وتوجيه بتعزز هذا الشيء.